لما تبقى مولود في عيلة كل واحد فيها أغنى من التاني، مش هيبقى قدامك غير حل من اتنين: يا إما تطلع متدلع وكل همك إنك تصرف فلوس عيلتك، يا إما هتحاول تبقى غني زيهم. وهو ده بالظبط اللي ياسين منصور قرر يعمله. الحكاية بدأت لما رجل الأعمال لطفي منصور والد ياسين كان رافض فكرة إنه يستثمر في أي مشروع أو فلوس بره مصر. عشان كده قرر يتاجر في القطن اللي كان ليه الفضل الأول في ولادة اسم عيلة منصور وثروة عيلة منصور. وبدأ اسم منصور يسمع في كل مكان لغاية ما حصل التأميم في عهد جمال عبد الناصر، وبدأت سمعة عيلة منصور تتدهور لدرجة إن هم تحولوا من أغنى أغنياء مصر لعيلة مش عارفة تصرف حتى على أكلها وتعليمها، لدرجة إن محمد منصور ابنه الكبير كان بيشتغل في محل بيتزا عشان يعرف يجيب مصروفه الشهري. المهم إن لطفي منصور بدأ يتأكد إن التجارة في مجال القطن ملهاش كبير، فقرر يبعد عنه ويدخل في مجال تاني علشان يسيب لولاده مشاريع وفلوس يقدروا يكملوا بيها حياتهم، وفي نفس الوقت تبقى مضمونة ومش متعبة. لغاية ما في عهد أنور السادات بترجع لعيلة منصور أملاكهم وسمعتهم. هنا بقى كانت النقطة الفاصلة في حياة اسم منصور اللي حولتهم من مجرد عيلة عادية لتاني أغنى عيلة في مصر والمنافس الأقوى لعيلة ساويرس وتالت أغنى عيلة عربيا. وتبدأ مرحلة جديدة تماما في رحلة عيلتهم. لكن أهم عنصر في نجاح الفترة دي كان محمد منصور الابن الكبير اللي ساعد والده إنهم يشتروا توكيل جنرال موتورز في مصر، اللي بعدين جمعت ماركات عربيات كبيرة زي أوبل وإم جي وغيرهم كتير. وبالوقت بدأ محمد ووالده يعملوا منصور جروب اللي موجود تحتها 6 شركات شغالين في مجالات مختلفة، في الأكل والعربيات والعقارات والبنوك، ومعاهم توكيلات كتير زي توشيبا وريد بول وسبوتيفاي ومترو وغيرهم كتير. وفعلا قدر محمد ينقل عيلتهم لمستوى تاني مختلف تماما، من مجرد عيلة بتبيع القطن لعيلة بتتاجر في أحدث الماركات العالمية اللي كانت موجودة وقتها. وفجأة تزيد ثروة عيلة منصور بطريقة ما كانوش متوقعينها وبشكل ما حصلش قبل كده، لغاية ما يوسف وياسين قرروا يدخلوا مع أخوهم محمد في البيزنس. وبشغل الثلاثة مع بعض ده ساعدهم إنهم يكبروا مجموعة والدهم، ده غير إن هم سيطروا على سوق العربيات في مصر لدرجة إن ثروتهم عدت $5 مليار. ويبدأ ياسين يحس إنه عايز يبقى أكتر من مجرد مساهم في مجموعة والده، عشان كده نلاقيه بقى رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير اللي كانت مسؤولة عن تنفيذ مشروع بادية وكومباوند بالم هيلز اسكندرية وبالم هيلز القاهرة الجديدة. وبالمشاريع دي قدر ياسين إنه يبقى من عمالقة التطوير العقاري في وقت بسيط جدا، ده غير إن ياسين يبقى من عشاق النادي الأهلي وأكبر مشجعينه، وده خلاه يبقى عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي في فترة ما، ده غير إنه يبقى صاحب شركة مان فودز المسؤولة عن توكيلات ماكدونالدز في مصر. وفعلا قدر ياسين يعمل زي والده واخواته وياخد مكان وسط أغنياء العالم، عشان تلاقي النهاردة ثروته داخلة على $1.5 مليار حسب مجلة فوربس العالمية، ده غير إنه موجود في المركز 21 ضمن أغنياء العرب. لطفي منصور الأب كان دايما يقول لولاده نصيحة وهم قرروا يطبقوها في حياتهم، كان على طول يقول لهم إن أهم حاجة في الشخص اسمه وسمعته، لكن الفلوس دي حاجة نسبية بتروح وتيجي، وكده كده محدش هياخد حاجة معاه، لكن سيرتك الطيبة هي الحاجة الوحيدة اللي هتخلي الناس تفتكرك.